حرية عدالة اجتماعية. عيش 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 حرية عدالة اجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. إطلالة جديدة وبرنامج جديد من خلال قناة مجد على الإنترنت. النهاردة بنبدأ معاكم أول برنامج في الإطلالة الجديدة، وبرنامج عيش حرية عدالة اجتماعية. برنامج عيش حرية وعدالة اجتماعية فكرنا كتير في الاسم، دورنا كتير على الاسم، لكن بصينا لقينا ما ينفعش ان احنا ندور، لأن قدامنا حاجة أساسية هي نقطة البداية، نقطة الانطلاق، هو العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية. الأهداف والهتافات اللي خرجت بيها ثورة 25 يناير، ثورة الشباب البيضاء، التي مش عارف أو اكتملت أو لم تكتمل. أسيب التقييم لحضراتكم. إن الثورة خرجت بعيش، حرية، عدالة اجتماعية. إن شاء الله من خلال البرنامج هنناقش مشكلات ومواقف مرت على المواطن المصري منذ بداية الثورة وحتى الآن، أو مواقف بيمر بها المواطن المصري في الأيام العادية، ونوجه الأسهم إلى السلبيات الموجودة في المجتمع ما بعد الثورة، عشان نبدأ نحاول ندور على علاجها. وهندي مساحة كبيرة في البرنامج لمواطنين يعبروا عن آرائهم، يكلمونا عن مشاكلهم، وده اللي هنشوفه من خلال الحلقات الجاية إن شاء الله في برنامجنا. النهاردة حبيت أبدأ معاكم وأكلمكم عن العيش، الحرية، عدالة اجتماعية. أولا العيش، حضراتكم عارفين العيش اللي هو الهم، المام. بكلمكم باللغات البسيطة اللي فهمها أي حد مصري. إن أنا ألاقي كيلو اللحمة بتمن أقدر أشتريه، مش هروح أقول له هات لي شوية عظم. إن أنا أقدر أجيب رغيف عيش ياكله بني آدم، مش زي رغيف العيش التاني اللي حضراتكم عارفينه. ان انا اقدر اروح اجيب طماطم، اقدر اروح اجيب خيار، اقدر اروح اجيب سمك، اجيب اي حاجة من الحاجات اللي بنحتاجها تكون في متناول ايدي. طبعا ما ننساش المانجا، حاجة مهمة جدا، لان المانجا دي كان لازم نرخصها بعد الثورة. المهم ده العيش اللي احنا بنقصده، ان يكون الواحد في ايده فلوس يقدر يكفي بيها بيته وعياله ويأكلهم ويشربهم ويلبسهم. اما الحرية، طلع ناس قالت الحرية يا جماعة ان الراجل يتجوز راجل. طب ده كلام؟ ده حد يعقلها؟ طبعا مش دي الحرية اللي الناس خرجت والشباب خرجوا يقصدوها. الحرية انك تبقى مواطن كريم، للكرامة، عايش في بلدك، للكلمة، تقدر تعبر، تقدر تنتقد، تقدر تسأل الموظف اللي عندك. الموظف اللي عندك اللي هو مدير، محافظ، وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، حتى بأدب وباحترام، لأن ده حقك كمواطن. تدفع ضرايبك عشان تديلهم مرتباتهم، فهم خدام للوطن. الحرية انك تبقى في بيتك آمن. الحرية لما يخش عليك واحد نص الليل يكسر حرمة بيتك. الحرية لما يحصلش معاك زي اللي حصل مع أيقونة الثورة خالد سعيد، أو مع سيد بلال. خالد سعيد وسيد بلال، بتكلم عن طيارين، لأن المجتمع واحد، وأي حاجة تحصل لأي مصري بتهز المصريين كلهم، في الداخل أو في الخارج. الحرية انك تقدر تفكر عشان تقدر تقرر، ان انت تكون لك دماغ وعقل بتفكر بيها، تقيم بيها الامور، وتبقى حر في اتخاذ قراراتك، محدش يملى عليك بشكل او باخر. اما العدالة الاجتماعية
العدالة لها شقين، شق مادي، لما اجي اقول موظف بيقبض 1,000,000 جنيه وموظف تحتيه بيقبض 500 جنيه، وواحد قاعد على القهوة او قاعد في البيت ما بيقبضش خالص، ونكون محتاجين وظايف بس مفيش فلوس تصرف. مفيش فلوس ليه؟ يقبض 1,000,000 جنيه ليه؟ بحسبة بسيطة من واحد مش متخصص. 1,000,000 جنيه لو اديت له 100,000 مع معلومات البسيطة ان الحد الاقصى بيكون 35 الحد الادنى، يعني لو واحد بيقبض 1000 يبقى التاني بيقبض 35,000. تمام؟ واضحة؟ واضحة. لا انا هقول 100 ضعف، هقول بياخد 100,000، هيبقى من المليون 900,000. تشغل 900 شاب ب1000 جنيه، ما هماش شغالين. طب لو واحد بيقبض 2 مليون شوف هيفك كام. طب احنا عندنا كم واحد بيقبض مليون، وكم واحد بيقبض نص مليون، وكم واحد بيقبض 2 مليون، وكم واحد بيقبض 3 مليون، وانتوا عارفين مين اللي بيقبض المبالغ دي. هنحل ازمه ولا مش هنحل ازمه؟ لما يجي وزير ماليه زي الاستاذ حازم الببلاوي ويقدم تقريره بالحد الاقصى والادنى، يتوافق له على الادنى والاقصى لا. طب ما انا كده بقى بثقل على كاهل البلد، انا كده بثقل على كاهل البلد، لاني بزود فباخد من فلوس الدوله، لكن سايب اللي بياخد عالي يفضل عالي. طب ليه انا ما اخدش منه وادي اللي اقل منه؟ يبقى انا كده وفرت من فوق واديت تحت، وواحد فوق بيفك 900 تحت او 1000 تحت. صح ولا غلط؟ حسبة بسيطة. زي ما عمل كده عبد الناصر، عمل قانون الاقطاع، اخذ الاراضي من الاغنياء وملك الفقراء. لذلك الفقراء اكتر ناس بيحسوا باللي عمله جمال عبد الناصر. ليه المجلس العسكري ما طبقش؟ ليه شفيق ما طبقش؟ ليه عصام شرف ما طبقش؟ ليه كمال الجنزوري ما طبقش؟ ليه الرئيس الثوري وحكومته الثورية ما طبقتش؟ الشق الثاني ان كل مواطن يتساوى مع المواطن الثاني في حقوقه في البلد. يعني واحد ابن مستشار ينجح ب50-60% في الحقوق ويبقى مستشار زيه. يعني واحد ابن دكتور جامعة ويصبح دكتور جامعة. يعني واحد ابن ضابط ويصبح ضابط. يعني مواطن غلبان فقير تعبان يبعت ابنه ماشي لان مش معاه فلوس يركبه يروح يمتحن في كلية شرطة او كلية حربية، ويقولوا له انت مين وابن مين وعشان ايه. دي العدالة الاجتماعية اللي بنتكلم عليها. طب النهاردة اتحقق ايه؟ العيش فعلا المانجا رخصت، بس يا خسارة المانجا خلصت، ما لحقناش نخزن. ده مشكلتنا مش مشكلة حد. الحرية بقينا بنتكلم، ما ننكرش، ما اقدرش اقول اكتر من كده. اما العدالة الاجتماعية نسيب مواطن غلبان فقير تعبان بيقول من جوه، ونحس في كلامه بالتعب، هو اللي يشرح لنا من وجهة نظر المصري البسيط اللي بيفكر فكره احنا فاكرين انه فكره محدود. لا، المصري بقى فاهم، بقى عندنا قدرة على الوعي والفهم والتقدير والتعبير كمان. تعالوا مع بعض نسمع تقرير لمواطن مصري غلبان بسيط بيعبر عن شعوره منذ بداية الثورة وحد النهاردة، ونشوف حاله بعد الثورة بقى أحسن ولا أسوأ. تعالوا مع بعض نشوف. عيش، حرية، عدالة اجتماعية. عملنا الثورة وقمنا بيها، وناس ماتت وناس تعبت وناس اشتكت وناس ما كانتش لاقيه رغيف العيش، كله عشان حرية عدالة اجتماعية. لا شفنا حرية ولا شفنا عدالة اجتماعية. البلد في حالة جوع، الناس كانت جعانة قبل الثورة ودلوقتي زادوا جوع، مفيش فلوس، الاسعار بقت نار،
العيشة صعبة. احنا مش عارفين البلد رايحة على فين. الحكومة بتاعتنا عاملة زي اللي لابس بدلة واسعة عليه، واسعة عليهم، مش عارف ماشيين بيلقوا فيها. البلد اصبحت بتمر بمرحلة صعبة ومحدش عارف احنا رايحين على فين. احنا تعبانين والناس تعبانة، ويا خوفي من اللي جاي. الثورة اللي جاية مش هتبقى ثورة عدالة اجتماعية، ده هتبقى ثورة جوع. وفين حكومتنا؟ الحكومة بتاعتنا سايبانا ونسيانا ومفيش حاجة شايفينها. احنا شعب تعبان وجاب اخره، وربنا يستر على اللي جاي. بصراحة بعد اللي سمعته ما اقدرش اتكلم كلام اكتر من اللي قاله. الراجل عبر باسلوبه البسيط، قال واحد لابس بدلة تقيلة عليه كبيرة عليه مش قادر يقوم بيها. يعني شايف ان الحكومة مش قادرة تقوم بدورها، شايف ان حاله بعد الثورة بقى اسوأ من قبل الثورة. بس ده مش عيب الثورة، ده مش عيب الثورة. الثورة ما قامتش عشان المواطن ده يقول انا تعبان، يقول انا تعبت. الثورة قالت عشان يحس بالرفاهية ويحس ان حاله افضل، مش يبقى حاله اسوأ. يا ترى مين السبب؟ يا ترى ايه السبب؟ يا ترى ايه اللي بيحصل؟ هنتابع مع بعض في حلقات تانية كتير ونتكلم عن مشكلات وحاجات بتحصل للمواطن المصري. ممكن نتكلم عن ما قبل الثورة وما بعد الثورة ونبدأ نقيم. هنتكلم عن كل حاجة، هنتكلم في كل حاجة، هنفتح كل المواضيع. وأهم حاجة إن احنا هنسمع لكل مصري، هنسمع لكل مشكلة، هنسيب التعبير للمواطن البسيط من جميع المجالات، من جميع الاتجاهات. هيطلع معانا ناس وهتتكلم وهتعبر وهتوصف، واحنا نسمع ونعلق. ان شاء الله نشوفكم في موضوع جديد، في حلقة جديدة من عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية.